انا اول مره بقعد على طاوله فيها ملايين. كانت الصراحه من التجارب مستحيل انساها. ثاني او ثالث ميتنج بيعتين وانا لسه جديد، ملايين عم تندفع قدامي، فبصراحه شعور. احنا موضوعنا اليوم نحكي عن اول بيعه عليك. اول بيعه. صباح الخير، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا طالعين مشوارين، طالعين نستلم حاجات من مستأجر في شقه في لافي، وهنعمل عنها فيديو تشوفوه. هحط اللينك في الديسكريبشن على الانستجرام. بلس طالعين على نخيل النهارده نصور برضو كل تفاصيل نخلة جبل علي ان شاء الله. وفي نفس الوقت هنعمل انترفيو مع واحد من اعز اصدقائي، بقالنا في المجال مع بعض يمكن اكتر من سنتين، عن قصة اول بيعة ليه وعملها ازاي، ونخش في كل تفاصيلها. اوكي، يلا بينا. اول دخلت على العقارات اول ما بلشت تقريبا من سنتين ونص تقريبا. فبلشت بالشركه، كان عمر لسه جاي على الشركه جديد، كان بقاله تقريبا 3-4 اشهر. لكن عمر عنده خبره من قبل يعني. انت الخبرة كلها يا زلمه. طبعا احنا من زمان بالسيلز يعني، لكن بالعقارات من سنتين ونص الحمد لله في دبي. دلوقتي وصلنا، هنخش نشوف الشقة مع بعض. الشقة دي غرفة وصالة، عايزكم تتفرجوا على الفيوز. بصوا الجمال، بصوا الجمال، ما شاء الله. take a look here. اتفضل. الشقة دي غرفة وصالة بس بتتأجر كانت متأجرة ب 175 ألف درهم، ودلوقتي العقود الجديدة بتبقى في حدود 180 ألف درهم. تعالوا نخش بص على الشقة. طبعا منطقة الريسبشن، في مطبخ هيكون مفتوح على الريسبشن والليفنج اريا. عندنا هنا زي اللوندري اريا او اللوندري روم. هنا دي غرفة الماستر. البلكونة بتاعتها كبيرة ومتوصلة بالبلكونة اللي احنا كنا فيها، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين الادلبة كبيرة ازاي، بيلت ان عشان ما تاخدش من مساحة الغرفة. وطبعا سوفت كلوزنج. وهنا الحمام. هنعمل فيديو عنها فيرتيكال، هتشوفوها على البيج بتاعت الانستجرام بتاعت HNBA Properties، هتلاقوها تحت في الديسكربشن. هسيب اللينك بتاع الريل. اوكي، يلا نكمل باقي اليوم. خلينا بس نعرف اول، عشان احنا في ناس شغاله في العقارات في كل حته بتسمع مثلا. اوكي. في اللي شغال رنت، شغال سيلز، شغال اوف بلان، شغال دبي، مصر بتاع. فانت بتبيع في دبي صح كده؟ ببيع بدبي اوف بلان. اوف بلان، تمام. في مطورين معينين مركز سكندري عليهم اشتغلت ولا؟ فتره، لكن اوف بلان مينلي يعني. التمشيه حلوه جدا في الجي بي ار صراحه، والجو النهارده لذيذ يعني، غير اي وقت تاني في دبي صراحه. اول بيعه. بعت بعد قد ايه لما دخلت العقارات؟ يعني انت دخلت العقارات قعدت قد ايه لحد ما تبيع اول بيعه؟ اول بيعه مستحيل انساها، تقريبا شهرين من الشغل المتواصل، وانا لسه مبلش وما عندي اي فكره عن العقارات، ولسه متعلم جديد. مديري في هذاك الوقت ما قصر معي، وانا تعلمت منه كل إشي من الصفر. انا جاي من الصفر يعني، جيت من الاردن ولا إشي، ما لسه جديد جاي. كنت عايز اقول لكم حاجه، ان انتوا لو جايين نخيل ما تسوقوش بسرعه عشان في طواويس. اوعى تسوق بسرعه، طواويس. اول ليد عملت فيه ميتنج، انسى 2 3 تقريبا، ثالث او رابع ليد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بكره في مشروع اوكي بالمنطقه الفلانيه، كانت طبعا كان تاون هاوس بالمنطقه الفلانيه للمطور الفلاني. تقريبا دي قعدت المكالمه، تقريبا المكالمه قعدت دقيقه، يمكن دقيقه ونص على طول. دقيقه ونص. بكره لونش، يلا اوكي انا بدي، تعال اين جاي. فانا لسه في البدايه،
طبعا كميه التوتر يعني كانت شو اقول لك هائله مهوله. قلت له طبعا بخصوص هذا المشروع راح انادي المانجر الفلاني كذا كذا. اجى المانجر بلشنا نحكي ونشرح. انا عملت مهمتي من ناحيه المشروع اللي بفهم فيه، وهو عمل مهمته في المشروع اللي بيفهم فيه. ما عجبهم بسبب المساحه. قلت لهم تعالوا طيب نشوف الموقع على الاقل، نشوف الموضوع على ارض الواقع، نشوف شو شكل المشروع كذا. المهم جينا اخذتهم شرحنا شرح بسيط، حكيت كلمه بس يعني ربما لعلها هي كانت المفتاح. انت بالنهايه حتشتري وحتبيع، يعني انت مش حتسكن. فموضوع المساحه الان، هذه المساحه في دبي دارجه في دبي اصلا، فانت لو بدك تاخذ في مشروع تاني نفس المساحه او ده حقيقي. اكبر ده مع حقيقي. سعر اعلى، ده حقيقي. فحتصفي نفس سعر السكوير فوت. احنا حنتغاضى عن المساحه، لكن حنركز على مكان اليونت اللي حناخدها، بحيث انا يكون عندي افضليه اكثر من باقي اليونتس. اليونتس اللي موجوده. اوكي، عشان لما بدي اجي اعمل ريسيل اكون عندي اكبر ابريشيشن من غيري مثلا. او قعدنا على الطاوله مستثمرين، انا مانجر قبل ما نقعد خلص هم نقوا يونت في المشروع الثاني، فهاي بيعه. اوكي بيع 100 قبل ما نقعد. ولا المستثمر الاول بيقول لي اوكي جهز لي ورق، انا حاشتري من المشروع اللي تحت. طبعا انا ايش يا معلم كده احنا ورا واحده تنتين، ايش الوضع؟ والله والحمد لله يعني دبل ديل يعني كانت. ما شاء الله ما شاء الله. تبارك فاول الله. ديل كانت دبل ديل الحمد لله بتوفيق ربنا، الحمد لله. وبعد السعي والاجتهاد والصلاة والدعوات الحمد لله رب العالمين. النزعة المادية والنظر إلى الإنسان على أنه جهاز آلي وظيفته فقط ضخ المنفعة المادية وتضخيم المصالح المادية وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل للفرد وزيادة الاقتصاد الكلي. في النهاية أنا إنسان، أنا عندي حياة اجتماعية قبل أي شيء آخر. أنا أريد أن أشعر باستقرار نفسي، أنا أريد أن أشعر بسعادة. أنا ما أريد أن إذا فشلت في عملي أروح أرمي نفسي أمام قطار وانتحر. خلاص أنا عندي أقارب يساندوني، عندي أقارب يؤازروني، كلما تعرضت إلى إشكال إلى تحدي لدي من يرفعني. إذا كنت تريد أن تصنع إنسانا يشكل نموذجا جاذبا للعالم كله، فأولا يجب أن تشتغل عليه نفسيا. يجب أن تكون التربية النفسية هي الأساس، والتربية الاجتماعية والتربية الثقافية، بحيث يأتي كل من يأتي ويرى الفارق هنا، يرى أن هذا الإنسان لم تخضعه الحداثة، لم تخضعه المصالح المادية، ليس متمحورا حول ذاته ومصالح ذاته، إنسان يقدر نفسه ويقدر مجتمعه ويقدر أسرته ويقدر قيمه. هذا هو النموذج الذهبي.